صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين. يلا بقى انا جاية اشجعكم النهاردة. لو لسه ما عملتوش الغريبة هنقوم نعملها دلوقتي، وفي خلال نص ساعة هنكون مخلصينها كلها. مش محتاجين مكونات كتير، هما 3 مكونات اساسية: الدقيق والسكر البودر والسمنة، وفي وقت قياسي هنكون مخلصين انعم واحلى غريبة في الدنيا. يلا بينا نشوف الخطوات عشان ما نضيعش وقت. فاول حاجة هنتكلم عنها دلوقتي هو الدقيق. الدقيق بيبقى مخصص للكحك والبسكويت او اللي مكتوب عليه لجميع الاغراض. هنحتاج منه 500 جرام، او بالاكواب المعيارية هنحتاج 4 اكواب معيارية، يعني حوالي نص كيلو. انا نخلت طبعا الدقيق قبل ما نشتغل بيه، ده طبعا لازم يحصل، دي خطوة مهمة جدا. تاني مكون معانا هو السمنة، وايا كان نوع السمنة اللي احنا هنختار نشتغل بيها هتنفع برضو معانا اي نوع، بس المهم ما تكونش الزبدة مش هتنفع، لان الزبدة فيها لبن، والغريبة ما بيدخلهاش اي نوع من السوائل خالص، ولا لبن ولا مي. وكمان المفروض السمنة تبقى موجودة في التلاجة، مش مجمدة قوي، ولكن على الاقل نعرف ندوس عليها كده فيتضغط عليها لتحت، يعني ماسكة نفسها شوية. وزن السمنة حوالي 250 جرام، يعني نص وزن الدقيق، مع ملاحظة ان الوزن غير الحجم. يعني نص كيلو دقيق عمل 4 كوبايات معيارية، في حين ان ربع كيلو السمنة عمل كوباية واحدة معيارية بس كبيرة. فلازم نراعي ده، يعني مش معنى ان هو نص الدقيق يبقى انا زي ما الدقيق 4 كوبايات يبقى السمنة كوبايتين، لا، الوزن غير الحجم. تالت مكون معانا هو السكر البودر، وده بيبقى نص وزن السمنة، يعني لو السمنة 250 جرام يبقى السكر 125 جرام. فاحنا قدامنا حاجة من الاتنين، يعني نشتغل بالميزان، هيبقى الدقيق 500، السمنة 250، السكر 125 جرام، يبقى كل حاجة نص التانية. اما ان احنا نشتغل بالكوبايات، 4 كوبايات دقيق، كوباية كبيرة سمنة، نص الكوباية سكر. تقدروا طبعا تضاعفوا الكمية زي ما انتوا عايزين، يعني اللي عايز يعمل كيلو دقيق كامل هيعمل معانا نص كيلو سمنة وربع كيلو سكر. وبالنسبة للسكر في ملحوظة صغيرة، يفضل يعني ان هو يكون سكر بودر جاهز، مش مطحون في البيت، لان مطحنة البيت ما بتخلوش بنفس النعومة بتاعة الجاهز. كمان في الجاهز بيحطوله شوية من النشا بنسبة معينة، يعني دي برضو بتساعد على نعومة الغريبة. كده احنا تقريبا قلنا على كل الحاجات الخاصة بالمكونات الأساسية للغريبة. في بقى حبة مكونات كده اختيارية، يعني اللي حابب يحطها أو يستخدمها، اللي مش حابب خلاص. أول حاجة من المكونات الاختيارية هي اللبن البودر. أنا حطيت معلقة واحدة من اللبن البودر. تاني مكون معانا هو الفول السوداني اللي هنزوق بيه الغريبة، او اي مكسرات اخرى. انا كتبت المقادير على الشاشة بحيث اللي حابب ياخدها سكرين ويخلي المقادير عنده. هي محسوبة بالجرامات ومحسوبة كمان بالكيلو، والطريقة اللي تريحكم امشوا عليها. واول خطوة حطيت اللبن البودر معلقة واحدة على نص كيلو الدقيق وقلبتهم مع بعض، وهسيبهم دلوقتي على جنب لغاية لما اضرب السمنة مع السكر. السمنة لازم تبقى خارجة من التلاجة وماسكة نفسها شوية، بس انا عشان خرجتها من قبل وقت التصوير بشوية فهي ساحت، لكن عادي برضو هكمل بيها وهشتغل بيها، مفيش مشكلة. هضيف عليها السكر البودر وهضربهم مع بعض، ودي اهم خطوة في الخطوات كلها، ان السكر يندمج كويس جدا مع السمنة. ممكن طبعا تسهيلا لينا ان احنا نستخدم الميكسر او المضرب الكهربائي، ولكن برضو لو مفيش ممكن نستخدم عادي جدا المضرب اليدوي زي ما انا بعمل كده بالظبط. اهم حاجة ندمجهم شوية ونقعد شوية وقت كده بنضرب فيهم علشان نحصل على القوام اللي هو زي ايه الكريم شانتي. تمام كده. بزود بقى معاهم بعد كده الدقيق، وهبدأ اخلط كل المكونات مع بعض.
هبدأ الاول الخلط بالسباتولا كده شوية، وبعد كده هستخدم طبعا ايدي وابدأ ان انا ابس كده الدقيق في السمنة علشان اغلف الدقيق كله بالمادة الدهنية بتاعتنا اللي هي السمنة. دي خطوة مهمة جدا برضو، ودي مهمة علشان الغريبة ما تبقاش مشققة معانا. لو حسيتي ان هي برضو فضلت العجينة مفتفتة معاكي ومش عايزة تتلم بعد فترة كبيرة من العجن، يبقى هي كده لازم محتاجة معلقة سمنة. نحط لها معلقة سمنة ونعجن تاني، هنلاقيها لمت معانا وبقت عجينة لينة خالص. لكن عموما لازم نعمل تيست للغريبة. التيست ده بيبقى مرتين، مرة بعد ما اخلص عجن واحس ان العجينة نعمت خالص، فباخد حتة على ايدي واكورها واضغط عليها. لو ضغطت عليها ولقيتها شققت، اما ان هي هتبقى محتاجة عجن تاني، او ان هي لسه برضو محتاجة سمنة. ده في حالة ان انا لسه ما دخلتش الفرن اختبر واحدة. طيب لقيتها تمام، اللي انا اختبرتها على ايدي ولا شققت ولا اي حاجة، ناخد واحدة برضو وندخلها الفرن ونعمل اختبار تاني جوه الفرن. الفرن بيبين لنا برضو حاجتين. اول حاجة ممكن تشقق، رغم ان هي ما شققتش برا الفرن لما عملت اختبار على ايدي في واحدة. فايه اللي خلاها تشقق لما دخلت الفرن؟ لما دخلت الفرن دخلت على درجة عالية، فبالتالي الدرجة العالية نشفت الطبقة الخارجية، لكن السوائل اللي جوه يا خلت الطبقة الخارجية اللي نشفت خلتها تتشق، او انها تسيح جوه الفرن والاقيها كده فكت من بعضها وساحت خالص. يبقى كده السمنة كتيرة، ولازم ازود شوية دقيق على باقي العجينة واعجن تاني عشان المقادير بتاعتنا تتظبط بالظبط. انا هنا بعمل اختبار لواحدة لقيتها مش بتشقق، وعملت اختبار برضو لواحدة في الفرن برضو لقيتها ولا شققت ولا ساحت، يعني نسبة الدقيق كويسة والفرن مش عالي. يبقى كده تمام. نبدأ تشكيل. انا باخد قطعة العجينة وبعملها 18 جرام تقريبا عشان يبقوا كلهم قد بعض، ولما بخلص خالص الصينية ببدأ ازوقها بالفول السوداني. وزي ما تحبوا اي نوع من المكسرات ضيفوه برضو فوق الوش، بيدي منظر حلو جدا، وبيبقى كلهم حجمهم نفس الحجم تقريبا. هنا انا كده خلصت تشكيل كل الصينية، وبعد ما بعملها بالفول السوداني لازم ادخلها شوية التلاجة تبرد كده السمنة بتاعتنا. بعد طبعا العجينة بالايد مع التشكيل كل ده بيسخن الغريبة، بيسخن العجينة نفسها، فبالتالي لازم اريحها شوية في التلاجة قبل ما ادخلها الفرن. فهدخلها دلوقتي ربع ساعة في التلاجة وبعد كده ادخلها الفرن. النص كيلو دقيق عمل تقريبا 60 قطعة من الغريبة. انا دخلتها في الفرن على الرف الوسطاني على درجة 150 درجة لمدة ربع ساعة. مش المفروض في الغريبة ان هي تاخد سوا او تغمق من تحت، هي بتبقى فاتحة كلها من فوق ومن تحت، ما بتاخدش اي لون خالص. شايفين هي طالعة ناعمة ازاي؟ تتكسر معايا بسهولة وبتتفتفت وهي ناعمة جدا الفتافيت بتاعتها. شايفين التسوية من تحت مفيش خالص، يكاد يكون مفيش لون خالص. وبرضو ملحوظة، نعومة الغريبة بتتوقف على حاجتين: نعومة السكر البودر، عشان كده قلتلكم لازم السكر البودر يكون سكر جاهز مش مطحون في البيت، لان مطحنة البيت مش بتوصله لنفس درجة النعومة بتاعة المطحنة بره بتاعة الشركة او المصنع. دي اول حاجة. الحاجة التانية ضرب السمنة مع السكر. كل ما بنضربهم كويس جدا مع بعض كل ما اللون بتاعهم بيبقى فاتح، بيخلي كمان الغريبة يبقى لونها فاتح وتبقى ناعمة اكتر، والنتيجة هتبقى هايلة. زي ما انتم شايفين كده دلوقتي انا خلاص انتهيت من الغريبة، والفيديو كمان بتاعنا انتهى. اتمنى ان هو يكون عجبكم، واتمنى كمان ان انتوا تجربوا الوصفة وتعجبكم،
وشكرا جدا على متابعتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جايه كتير. كل سنه وانتم طيبين. باي باي.